في آخر 3 ثواني في أي فيديو على التيك توك بتحس إن في حد بيبصلك من جوه الشاشة. مش كومنت، مش متابعة، حد عايش جوه التطبيق عاوز يطلع. في عالم التيك توك في ناس بتقول إن الخوارزمية بتعرف كل حاجة عنك، بتعرف بتحب إيه، بتخاف من إيه، وبتفكر في إيه قبل ما تنام. لكن في ناس بتقول حاجة تانية، بتقول إن في عالم تاني جوه التطبيق، عالم مش باين للناس العادية، عالم بيعيش فيه ناس مش عايشين وأرواح مش راحلة. القصة دي حصلت مع بنت اسمها ملك، وكانت بداية اكتشاف العالم ده. ملك بنت 25 سنة، عندها قناة على التيك توك بتقدم فيها محتوى عن الغموض والرعب. كانت شاطرة وفيديوهاتها بتشوفها آلاف الناس. في يوم وهي بتتصفح التطبيق لقيت فيديو غريب. الفيديو كان عبارة عن شاشة سوداء، وفي نص الشاشة مكتوب "انت شايفاني". ملك ضحكت في الأول، قالت دي حاجة انتراكتيف، بس بعد ثواني الفيديو اختفى من التطبيق، ما بقاش موجود، زي ما كان حلم. تاني يوم ملك لقيت نفس الفيديو تاني في صفحتها، نفس الشاشة السوداء، نفس الجملة، بس المرة دي الفيديو ما كانش بيتشاف بالشكل العادي. كانت كل ما تفتح فيديو تاني الفيديو الأسود ده كان بيظهر في الكومنتات، في التعليقات اللي تحت أي فيديو كان بيظهر كومنت واحد بس: انت شايفاني؟ ملك خافت، حاولت تحذفه، ما انحذفش، حاولت تبلغ عنه، الإبلاغ ما اشتغلش. في الليل ملك كانت قاعدة تتفرج على الفيديو بتاعها الأخير، فجأة سمعت صوت واطي زي همس جاي من الموبايل نفسه. الصوت قال: ملك، أنا هنا من زمان، أنا اللي كنت بشوفك كل ما تنزلي فيديو، أنا اللي كنت بتابع كل تفاصيلك، وأخيراً قدرت أكلمك. ملك صرخت ورمت الموبايل على السرير، لكن الصوت كمل: مش هتقدري ترميني، أنا في كل شاشة، أنا في كل فيديو، أنا عالم التيك توك الخفي. ملك قفلت التطبيق، طفت الموبايل، نامت. صحيت الصبح، فتحت التطبيق عادي، كل حاجة رجعت طبيعية، مفيش فيديو أسود، مفيش كومنتات. فرحت، قالت يمكن كان حلم. نزلت فيديو جديد زي كل يوم، الناس اتفاعلوا، لايكات وكومنتات ومشاركات، كل حاجة عادية. بس وهي بتقرأ الكومنتات لقيت كومنت واحد غريب. الكومنت كان: أنا لسه هنا، بس المرة دي مش في الكومنتات، أنا في الفيديو نفسه. ملك فتحت الفيديو بتاعها، بدأت تتفرج عليه من الأول، كل حاجة عادية، صوتها، الصور. بعد دقيقة فجأة وش ظهر في خلفية الفيديو، وش مش واضح لكنه كان شبهها هي، نفس الملامح، نفس الشعر، بس العيون كانت سودة، مفيش بياض. الوش قال لها بصوت مسموع في الفيديو: أنا إنتي، أنا النسخة اللي عايشة جوه التطبيق، إنتي عندك حياة بره وأنا عندي حياة جوه، بس أنا عايزة أعيش بره. ملك حست إن الموبايل في إيدها بيسخن، شافت إيد طالعة من الشاشة، إيد شحبة بتلمس إيدها. صرخت، حاولت ترمي الموبايل تاني، لكن إيدها ما طوعتهاش. الصوت قال: خلاص أنا خرجت. وفجأة نور الموبايل اتطفى، وكل حاجة حوالين ملك اختلفت. لقيت نفسها مش في بيتها، لقيت نفسها في مكان غريب، مكان فيه ممرات لا نهائية من الفيديوهات، وشوش ناس بتظهر من هنا وهناك، وأصوات ضحك وبكى وعزومة. عالم التيك توك الخفي. الصبح أهل ملك لقوها قاعدة على سريرها، ماسكة الموبايل في إيدها، قاعدة تتصفح بابتسامة غريبة. ولما قربوا منها لقوا عينيها مطفية وشفايفها بتكرر جملة واحدة: لايك، تعليق، مشاركة، لايك، تعليق، مشاركة. ومن ساعتها ملك مختفية، بس قناتها لسه شغالة، بتنزل فيديوهات كل يوم. وناس كتير بتقول إن الصوت في الفيديوهات دي مش صوتها، وإن اللي بيعلقوا مش متابعين عاديين،
دول سكان العالم الخفي، وكل ما حد يضغط لايك على فيديو الملك بيبقى أقرب خطوة إنه يشوف الوش اللي في الخلفية ويدخل يعيش معاهم. سؤال ليكم، انتوا حسيتوا إن في حد بيبصلكم من جوه التيك توك ولا أنا بس اللي جننتوني؟ شاركونا في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير عشان ننزل قصص مرعبة أكتر. انت دلوقتي في عالم